السلام عليكم. أساطير HD أكشن. بطل فيلمنا النهاردة هو جندي سابق بيخطفوا بنت أخوه الصحفية، ولما بيعرف بيقرر يقلب الدنيا كلها هو ونخبة من الجنود في سبيل إنقاذها. ولكن لو بتحب القضايا المخيفة والمجهولة، أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة، دلوقتي فعلنا قناة أرشيف على اليوتيوب، هتلاقي الرابط في الديسكريبشن أو في أول كومنت. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. بتبدأ أحداث فيلمنا في فنزويلا اللي في الوقت ده كان فيها حروب كتير من عدة جهات ودخلت في حالة من الفوضى، وده كله بسبب إن العالم اكتشف وجود محيط نفط تحت أراضي فنزويلا. وفي الوقت ده بتبقى في صحفية شابة اسمها جوليا بتدور ورا الموضوع لحد ما نجحت فعلا إنها تقعد مع مسؤول سابق في البلد وبيحكي لها على كل صفقات الفساد والخيانة اللي حصلت من أول ما تم الإعلان عن وجود نفط عندهم، وبيقول اسم الجنرال رومان اللي بيتحكم في كل حاجة من الناحية العسكرية. لكن المفاجأة لما بيقول اسم السيناتور اللي بتبقى أم جوليا، وكل ده كان متصور طبعا عن طريق جوليا والفريق اللي معاها. وبالإثباتات دي كلها جوليا حرفيا ممكن تقلب العالم كله وتكشف الحقيقة. في الوقت ده كان السيناتور أم جوليا طالعة بتتكلم عن اللي بيحصل في فنزويلا، وبيشوفها جندي سابق اسمه جانر فاقد الأمل من حياته على التلفزيون، علشان يتفاجئ في نفس اليوم إن السيناتور عنده في الجراج بتاعه، وبيتضح إنها كانت زوجة أخوه اللي مات من 10 سنين. ومن وقت ما مات وهي منع جانر يتواصل معاها أو مع بنت أخوه الوحيدة جوليا، وبيفكرها جانر بالمهمة اللي كانوا بيعملوها قبل كده سوا وغدرت بيه. لكن السيناتور بتأكد له إنه ما كانش ليها يد في حاجة، وكمان مش جاية تصلح علاقتهم، هي جت تطلب منه مساعدته لأن جوليا اتخطفت في فنزويلا وما تعرفش عنها حاجة. فبيتصدم جانر لما بيعرف، وفورا بيتواصل مع 2 من أصدقائه القدامى وبيروح يقعد معاهم وبيشرح لهم الوضع اللي هو فيه وإنه محتاج مساعدتهم علشان يرجع بنت أخوه من الحرب اللي شغالة في فنزويلا. وبيأكد لهم إنها اتخطفت لأنها عايزة تكشف الحقيقة للعالم، وده مش كل الناس هتحبه طبعا. وبالفعل بيوافقوا، فبيتصل جانر على السيناتور علشان ياخد منها المعلومات اللازمة. وبيعرف جانر إنه سبب المشاكل اللي في فنزويلا هو العقيد السابق رومان، وده جانر اشتغل تحت قيادته قبل كده، وكمان معاه جندي خطير بيساعده اسمه مورو. ولما بيشوف جانر اسمه بيتصدم، وفي نفس اليوم بيرجع لها جانر وهو متضايق وبيفكرها بالثلاث طلقات اللي خدهم من مورو ورومان بعد ما خدعوه في آخر مهمة ليه. لكن السيناتور بتأكد له إنها مش عايزة أي حاجة غير إن بنتها ترجع وبس. فبيلوم عليها جانر إنها منعته يشوف جوليا لمدة 10 سنين كاملة. وقتها بتحكي له السيناتور عن تورطها مع رومان ومورو في كل اللي بيحصل، وإن هي اللي حطتهم في فنزويلا في المقام الأول علشان كده متورطة. وبتعرفوا كمان موضوع الفيديو اللي صورته جوليا، وده ممكن يحبسهم كلهم ويتعرضوا لمحاكمة عسكرية. بعدها بيقعد جانر مع رجالته علشان يشرح لهم الخطة، وبيبقى المكان اللي محبوسة فيه جوليا خطير جدا، علشان كده محتاجين هاكر كويس يساعدهم في التشويش على الأقمار الصناعية ويدخلوا ويخرجوا بسهولة. وقتها بيشوفوا السيناتور على التلفزيون وهي بتنفي أي تهم عليها رغم إنه ده عكس الحقيقة. وبيتجهوا بعدها لشاب اسمه ديفيد ابن جندي صاحبهم، وده لأنهم سمعوا إنه عمل موضوع القمر الصناعي ده قبل كده ويقدر يخترق أي حاجة. فبيروحوا له الملهى الليلي اللي هو بيديره وبيعرفوه طبيعة المهمة. ولما بيسألهم عن أبوه المختفي بقاله فترة بيأكدوا له إنه في أوكرانيا لأن الدنيا مقلوبة هناك. وبيوافق ديفيد إنه يشارك معاهم في المهمة لأنهم أصحاب مقربين لأبوه، وعلى طول بيتحركوا بالطيارة الهليكوبتر لفنزويلا. وبينجح ديفيد في إنه يشوش لهم على الاتصالات كلها اللي في المكان، وبيكملوا طريقهم لجندي صاحب جانر من فنزويلا هيساعدهم في المهمة دي. وأول ما بيروحوا البيت اللي الجندي ده فيه بيتصدموا من عدد الجثث اللي في المكان، ولما بيدخلوا بيلاقي الجندي اللي اسمه جابي قاعد بياكل بعد ما خلص على كل الموجودين. وقتها بيعرف منه جانر إن رومان هو اللي طلب منه كده، وما يقدرش جابي يرفض طلبه لأنه مسيطر على كل حاجة في فنزويلا. لكن جانر ما بيكونش مهتم لأي أمور سياسية، وهدفه الوحيد ينقذ بنت أخوه جوليا وبس. فبيبلغوا جابي إن جوليا جت للبلد علشان تدور على ناس عندهم معلومات، لحد ما لقت مسؤول مهم وحكى لها كل حاجة ومعاها أدلة كتير. علشان كده رومان خطفها وحجزها في مكان خطر جدا وصعب اختراقه. وبعدها بيتحركوا على المكان عن طريق الغابة، بس بيتصدموا لما بيشوفوا أتباع الجنرال رومان ماشيين ومعاهم عدد كبير من الرهاين. في الوقت ده مورو ورومان كانوا بيتكلموا مع جوليا وبيحاولوا يقنعوها تفتح التليفون اللي عليه الفيديو وإلا هتموت. لكن جوليا شايفة إن قضيتها النبيلة أهم من أي شيء وبترفض تماما. ساعتها رومان بيستخدم أساليب قذرة وبيجيب واحدة وطفلها من اللي كانوا بيساعدوا جوليا وبيهدد بقتلها خلال ثواني معدودة
موجودة لو جوليا ما اتكلمتش. وبالفعل بتضعف جوليا وبتضطر تفتح التليفون علشان تحافظ على حياة الست وطفلها. اما جانر والباقيين فبيستقروا في مكان علشان يراقبوا اللي بيحصل من بعيد. وبنكتشف ان والد ديفيد في عداد الاموات لان اخباره انقطعت من فترة طويلة جدا. بعدها بيشوفوا رجالة رومان اللي كان معاهم الرهاين بيدخلوا الموقع احتجاز جوليا، فبيحسبوا عدد الحراس الموجودين وواحد منهم بيقف بعيد بالقناصة يساعدهم في الدخول. وبالفعل جانر وفريقه كانوا مميزين جدا ومحترفين كمان، لانهم بيبداوا يقتلوا في كل الجنود واحد ورا التاني من غير ما حد يحس، لحد ما بيوصل جانر اخيرا للقفص المحجوزة فيه جوليا. وبيفتح القفص وبيطلب منها تسيب الطفل للست وتيجي معاه فورا، لكن جوليا بترفض تماما انها تمشي من غير الناس اللي معاها. جانر بيتصدم لانه ما كانش عامل حسابه على كده طبعا، لكن بيضطر يوافق لما بيلاقي جوليا مصرة ومفيش وقت. وبتخرج جوليا والباقيين فعلا وبيبداوا يمشوا مع جانر والفريق. وما بيعديش وقت كبير قبل ما يوصل مورو ورومان للموقع ويعرفوا اللي حصل. ساعتها مورو الخبير لما بيشوف الطلقات بيتاكد انه جانر، لانه بيستخدم النوع ده طول حياته. وبيخمن كمان ان مهمته كانت استخراج جوليا، لكن حصلت حاجه خلته ياخد باقي الرهاين. ولما بيطلع النهار بيبقى جانر واللي معاه بيستريحوا على البحيره شويه. وقتها بيحاول ديفيد يتكلم مع جوليا، لكنها بتكون حزينه بسبب الفيديو اللي ضاع منها. فبيعرفها ديفيد انه ممكن يجيبه تاني، وبيسيبها وبيمشي وهي مش مصدقاه. بعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا الرهاين لاهاليهم في القريه من تاني. ساعتها واحد من القريه بيعرض مساعدته على جانر لانه جندي سابق، وبيحكي له انه في شخص قريبه عنده قارب يقدروا يستخدموه علشان يخرجوا من البلد. طبعا جانر والباقيين ما بيكونوش واثقين فيه، لكن مفيش قدامهم حل تاني. وبالفعل بيتحركوا بالشاحنه مع الراجل بعد ما اطمنوا على اهل القريه. لكن للاسف مورو ورجالته بيوصلوا لاهل القريه وبيهدد واحد فيهم علشان يتكلم. ولما بيرفض الراجل بيضربوا مورو بقوه يوقعه على الارض. وقتها الراجل بيصمم على الرفض، وده بيعصب مورو، فبيتجه ناحيه واحده من الموجودين وبيضربها بالنار بدون تردد علشان يقولوا على مكان جوليا. اما جانر فكان بيتكلم مع جوليا عن امها وموضوع انها متورطه في قضايا فساد، فبتاكد له جوليا ساعتها انها اكتشفت ان العالم كله فاسد مش امها بس. وبيقطع كلامهم العبقري ديفيد اللي قدر بطريقه ما يرجع الفيديو من جديد. كل اللي في الشاحنه بيتصدموا طبعا وما بيكونوش مصدقين. ولما بيشغلوا الفيديو بيتضح ان بعد ما الراجل خلص كلامه مع جوليا وصل مورو ورجالته وقتلوا المسؤول وخطفوا جوليا والباقيين. بعدها بيوصلوا المكان الراجل اللي عنده القارب، لكن بيكتشفوا ان الطرق كلها واقفه بسبب الحرب ولازم يباتوا الليله ويمشوا تاني يوم. ولان ما قدامهمش حل تاني بيضطروا يوافقوا، وهم مقلقين لان البلد كلها تعتبر ساحه للحرب اليومين دول. وبالفعل بيدخلوا للمكان وبيجبروا الراجل بتاع القريه يبات معاهم في نفس الغرفه. وبعد شويه بينزل ديفيد علشان يدخل للحمام، لكن بيلاحظ غرفه غامضه وبيقرر يشوف اللي جواها. فبيلاقي ادوات شعوذه ودجل، وبتظهر قدامه ست دجاله. واول ما بتشوفه بتعرف انه عاوز يمشي من البلد، وبتطلب منه يبعد عن القتل والعنف ويعيش حياه هاديه. وبعد شويه والكل نايم بيتفاجئوا بصاروخ مدفعيه بينضرب عليهم. الكل بيعاني من اصابات بسبب الضربه القويه اللي تعرضوا لها، لكن بسرعه بيستعيدوا التوازن علشان يخرجوا من هنا قبل ما يموتوا. وبيدخلوا في قتال شرس مع مجموعه كبيره من الجنود اللي حاصروا المكان. الجنود بيبقى عددهم كبير ومعاهم اسلحه تقيله، علشان فجاه يضربوا صاروخ على واحد من اتباع جانر يدمروا البيت اللي هو فيه. اما جانر والباقيين فبيحددوا النقطه الوحيده اللي يقدروا يخرجوا بيها من فنزويلا، لكن اثناء الطريق بيلاقوا جماعات من المتمردين بالاسلحه في الشارع، فبيضطروا يدخلوا معاهم في قتال شرس وبيخلصوا على اغلبهم. في الوقت ده بيتضح انهم مسكوا الجندي صاحب جانر عايش. وبيوصل رومان ومورو علشان يشوفوه، وبيكونوا متاكدين انه مستحيل يقول على اي حاجه، وده لانه متدرب كويس. ورومان نفسه كان القائد بتاعه في يوم من الايام. وقبل ما يمشوا ويسيبوه الحكم الاعدام بيعرفهم الراجل انه شاف الفيديو اللي هيتسبب في القضاء عليهم كلهم. ساعتها بيمشي رومان ومورو وهم متضايقين، لكن بعد ما بيمشوا واحد من رجالتهم بيرش بنزين على الجندي وبيولع فيه وهو حي. طبعا جانر كان متاكد ان الجندي كده زمانه مات ايا كانت الطريقه، وعلشان كده بيكملوا طريقهم. وبيطلب جانر من الراجل التاني يمشي مع الباقيين لوحده، لان جانر شاف مجموعه من الجنود وهيشتتهم علشان يوفر لهم الفرصه للهرب. وبالفعل جانر بيدخل مع الجنود في قتال عنيف وبيخلص على اغلبهم بدقه عاليه، لكن ديفيد والباقيين بيتعرضوا هم كمان لاطلاق نار في طريقهم وبيتصاب جابي. لكن وقتها بيتشجع ديفيد وبيخرج يخلص على الراجل اللي كان بيطاردهم بمنتهى الحسم. وفي الليل وهم ماشيين في الطريق بيلاقوا واحد بيضرب عليهم بصاروخ مدفعيه بيدمر المكان تماما، وبيقع ديفيد واللي معاه على الارض مصابين، لكن بيتحملوا على نفسهم وبيكملوا طريقهم والا هيموتوا هنا. ومع طلوع النهار ديفيد خد باله من جندي تابع رومان، فبيقرب منه بيفجر العربيه بتاعته في الحال بدون تردد. وبيدخل لمبنى قديم علشان توصل الاخبار لمورو ويفهم انه عايز يقابله. فبيروح مورو على المكان وهو اعزل، وبيشوف جانر اللي ما شافوش من سنين. فبيعرفوا جانر ان جوليا تبقى بنت اخوه، وانه مالوش دعوه بالفساد اللي بيعملوه هنا في البلد ومش مهتم. لكن مورو بيقطعه وبيأكد له انه حط نفسه في المشكله وخلاص مفيش طريقه للخروج. وقتها بيقوم الاتنين يدخلوا في قتال شرس جدا بالايدي. الاتنين قوتهم قريبه من بعض، وكمان
شاركوا في العديد من الحروب، وفي وقت معين نجح مورو انه يخنق جانر بحبل علشان يقضي عليه وينهي الموضوع، لكن جانر بيتحمل كل شيء لحد ما بتجيله الفرصة وبيهجم على مورو بمنتهى القوة يخنقه، ومن شدة الضغط على مورو بيفارق الحياة بين ايدين جانر العنيف، ولما بيطلع جانر بيخلص على الكام راجل اللي كانوا جايين مع مورو في لحظات. اما ديفيد والباقيين فبيشاور لهم جابي على المكان اللي منه يقدروا يخرجوا من هنا، لكن بيرفض يروح معاهم لانه فنزويلا هي وطنه وكمان بسبب الاصابة اللي عنده. فبيتحركوا فعلا، ولما بيلاقوا جنود في طريقهم بيتخلصوا منهم في الحال، لكن بيتفاجئوا ان عدد الجنود بيزيد وكمان معاهم رومان بنفسه، وبيتصاب صديق جانر في القتال ده، فبيتشجع ديفيد وبيهجم على رومان يديله طلقة، ولكن للاسف بيتصاب بطلقة هو كمان وبيتراجع فورا. فبتجري عليه جوليا وبتتاكد ان الاصابة مش خطيرة، ساعتها بتروح ناحية رومان وهي مليانة بالحقد والغل بسبب فساده، واول ما بيحاول يطلع سلاحه بتديله طلقة فورا وبتقرب منه علشان تشوف وشه للمرة الأخيرة قبل ما تخلص عليه وتحمي العالم من فساده. وفعلا جوليا بتديله كام طلقة علشان تقضي عليه نهائيا. في الوقت ده جانر بيوصل وبيشوف جابي، فبيفهم انه قرر يفضل وبيشكره على مساعدته الكبيرة ليهم، وبيوصل اخيرا لجوليا والباقيين وبيشوفوا المركب اللي هتعديهم لبر الامان. وقتها جانر بيسأل جوليا هتعمل ايه مع امها، فبتأكد له جوليا انها هتديلها الفرصة تطلع تقول الحقيقة كلها قدام الناس، ولو رفضت ساعتها جوليا هتضطر تعرض الحقيقة بنفسها. وبالفعل اول ما بترجع جوليا للبيت بسلام ما بيعديش يوم واحد وبتطلب السيناتور امها الصحافة والاعلام في بيتها، وبتحكي كل حاجة بصراحة تامة، وانها مستعدة لكل العقوبات القانونية على افعالها الفاسدة، وان كل اللي يهمها دلوقتي هو ان بنتها رجعت بخير ومش عايزة حاجة تانية. وقتها بتكبر الام اكتر واكتر في عيون بنتها الصحفية الجريئة جوليا. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا اسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD أكشن.